السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، مرحبا بكم في القناة. الفنان أو الممثل رشيد الوالي، هانتوما غتشوفوا اشنو قال على سيدنا الله ينصرو ويحفظو لينا يا ربي، وطرد المذيع وديع دادا اللي دار واحد ضجة كبيرة في السوشيال ميديا، واللي كلشي الناس كيتعاطفوا معاه وكيتضامنوا معاه. وما خليكم معايا في الفيديو حتى الاخير وغتسمعوا اشنو وقع وشنو كاين بخصوص الممثل رشيد الوالي. كيحط الصورة ديال سيدنا في الصفحة ديالو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكيقول: الله يبارك في عمر سيدي، الله يطول عمركم يا ملكي، ملك كل المغاربة، رؤيتكم يا مولاي والتعب والمرض باد على محياكم، يؤلمني كما يؤلم شعبك الذي يحبك ويثق في حكمتك. آسف يا مولاي أن الظروف وكل ما يقع يوم بعد يوم لا يترك لكم مجال للراحة والتشافي، لهذا لا يسعنا سوى أن ندعو الله لكم بالشفاء وطول العمر، لتنعموا بثمرة كل مجهوداتكم في خدمة هذا الوطن. أكتب والدموع في عيني، فكيف لا أبكي ملكا وأخا وأبا لم يبخل يوما بشيء من أجل أن ننعم بما ننعم به اليوم. يا ربي شفيك وتعود ضحكة سيدنا تضوي وجه الملك الإنسان محمد السادس، إنه سميع مجيب، آمين. هذا البوست هذا كتبه الفنان رشيد الوالي ليلة أمس بالصفحة ديالو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت من صورة سيدنا، الله يشافيه يا ربي والله يطول في عمره. وتحية للفنان الفنان أو الممثل رشيد الوالي، اللي فعلا الكلام ديالو رائع في حق سيدنا. وكيقول او الناس اللي دايرين ضجه بخصوص المذيع وديع دادا اللي دار واحد الضجه كبيره في السوشيال ميديا، واللي ما تقبلوش الطرد ديالو من القناه الثانيه، اللي كيقولوا علاش انه واحد الانسان مثقف، واحد الانسان اللي تبارك الله الخدمه ديالو كيدير على باتقان، انه تطرد من القناه الثانيه. وعرفتي شحال ديال التعاليق اللي جاوني بخصوص انه كيتضامنوا معاه، فنانين ايضا كيتضامنوا معاه وما عجبهم حال بخصوص الطرد ديالو، لانه ما كيستحقش هذا الشيء اللي وقع ليه. ووديع دادا كيبقى واحد الانسان اللي السمعه ديالو تبارك الله اللي كيشهد ليها الجميع، اللي ما شاء الله على التعاليق، اللي ما كاينش شي واحد كيكتب تعليق خايب في حقه صراحه. ما شفتش انا ولو تعليق واحد في حقه خايب في حقه، لانه فعلا انسان تبارك الله عليه مكانته زوينه، والواحد هو اللي يخليه بلاصتو زوينه صراحه. واخا يعني ما بقاش في القناه الثانيه، ولكن خلى بلاصه زوينه والناس قالوا عليه غير كلام الخير. شكرا لكم، السلام عليكم.